هذه الطريقة هذه محتاجة إلى رصف، محتاجة يعني إلى إعادة التأهيل، بالرغم أنها قد هي مصلحة لكن عادة الشيء تصلح. يعني المشرب يحتاج إعادة رص. إعادة رص لا عندنا لا تحت لا محلات لا رص. الشيء من هنا هذه واسعة ولا يعني هذه لا لا حد بيتنا يعني الشيء رص كله. لأنه مشرب يخربها واصل. المشرب واصل يخربها. كل ساعة واحنا نصلحها يعني لكن تشتري حتى تصلح وتشتري راس يعني لازم يعاد الشيء تأهيل تصليح. لا طريق لا مسجد لا مواصلات لا حاجة. لا ابو مرض عندنا مرض مات الله يرحمه. يعني ما نسعفه ما نوصل مستشفيات لو قام. الخرج يعاينوا الطريق مع اللجنة من شان نصور الطريق ونشوف احتياجات أهل هذه المنطقة. أنا أشد عقال ومشايخ وأغنياء وتجار ومن كان له صيت طريق صلحوا لنا طريق. حمار أردي يتمعقلوا سوا ولا يتنازلوا وإحنا ندبر أنفسنا. والله رب الكعبة والله نسحت الناس ندينا مشايخ ثلاث على اليد يعني وعقال. أهمية هذه الطريق في أنها لا تربط بين قريتين أو 3 قرى، وإنما تربط بين مديرية حبيش ومديرية العدين، وكذلك تربط بين عزلة وادي المعقاب وعزلة نقيل العقاب المعزولة عن حبيش، تربطها بمركز مديرية حبيش ظلمة مركز مديرية حبيش. وهذه الطريق مطالب من المواطنين، يطالبوا وحدة التدخل المركزية ويطالبوا السلطة المحلية ويطالبوا التجار وفاعلين الخير ورجال الأعمال في هذه المنطقة إلى تبني هذا المشروع والأعمال التي تربط هذه المناطق بمديرية حبيش. قرية لا بنا لا جامع ولا مدرسة ولا طريق ولا أي حاجة، احنا معزولين عن الخدمة. يعني في محلات يعني ما تستطيع تمشي السيارة. أيوة. ولا في مرض ولا حاجة والله نحن نشيلوا عقلك بالدرف. يعني هنا هي تعب علينا احنا بالذات. فوق النعوش لا وفوق بغينا احنا يعني بغينا لا احنا من اهل حبيش يعني من النقيل ولا احنا من اهل العدين يعني احنا باتجهناش لاجيه، احنا اكراد وحدنا هنا اكراد. تابعين حبيش بس طريقة احنا من اصحاب حبيش، احنا ابناء حبيش واحنا ابناء نقيل العقاب يعني حبيش، لكن ما بش طريق توصلنا بحبيش. لا عندنا لا بمركز المديرية. ايوه لو بدنا طريق مترابطه ما بين عدن وحبيش ان احنا يعني بقينا يعني شوف الطريق الشيء اعادة تأهيل من البقعة هذه منزل. ايوه من هذا المكان هو تمام، يعني سابرة للبقعة هذه سوا، لكن من هنا اللي هو منزل يعني نزول ينزل المشرب يخرب، هذا يحتاج إلى إعادة تأهيل. هذا الطلاب طبعا الطلاب يعانوا مسافات طويلة لكي يصلوا إلى مدارسهم. طلعنا اليوم برفقة المواطنين. شوف العقبة كيف هي من هنا لا هنا وصل الخير يعني خطيرة جدا. أيوة ومعك من هنا تحت. وهذا شوف الحجار وشوف يعني هذا تحول الطريق ما عادش طريق، يعني أصبحت مشرب. هذه الطريق التي تحتاج إعادة تأهيل، قد مدى عليها دهر من الزمن وهي متوقفة، تحتاج إلى إعادة تأهيل. يصلوا من هنا لا هنا تحت. لا تحت، شوف هذه الطريقة هذه خاربة. هذه الطريقة المحل خاربة. أيوة يعني هذه ما عادش طريق سيارة قوم مشرب. ايوه شيء تصلح. وبعدين حتى لو صلحنا معرضة للخطر بأي أمطار تنزل تخرب، يعني تحتاج رص. هذا الطلاب يعانوا مسافات طويلة لكي يصلوا إلى مدارسهم وهذا طالب وهؤلاء الطلاب يعانوا مسافات طويلة. أيوة هذه ما تقدرش تطلع، هذا ولا قادم مشرب ما عادش طريق. بس ما يطلعش أنا على صفاء. هذه تحتاج صلال
بالمنحدرات هذه تحتاج إلى رص. عن الطلاب كيف قام حاسرينه بعد الطريق هذه كله. فنحن نطالب بطريق لقرية وادي المعقاب عزلة أصلاب ومكسر، ونطالب المجلس المحلي والدولة ونناشد الصغير والكبير بالطريق للموقع هذا، لأن ليس لدينا أي عاقل ولا عقال، لدينا عقال قريب للشر وبعيد عن الخير، وأي مشروع يسقط لنا ونطالب به إلا يتعرض له الصغير والكبير. لم يتم إنه مريض يموت بموقعه، وإنه الطفل لم يقدر ليس يدرس ولا يمشي ولا يساح ولا يرجع. لدينا عقال سابقين قريب للشر وبعيد عن الخير، ويفهم ذلك من المعنى. لا يريدون أي مشروع يسقط لهذا البلاد من طريق من أي تصلح الخير لهذا البلاد. يعني وهذه القرى، هذه الأصلاب، وهذه قرية هيئة المعين، وهذه صنفين، وهذه القراض، ليس لنا طريق. يعني على الحبر وصلونا وجلس 3 أيام لما يتنسى ورجع نزول في حول غالية. يعني المنطقة هذه مش محسوبة على اليمن ولا محسوبة على حبيش ولا محسوبة على الدولة. مش بالخريطة، الناس هم ابو بناء وادي. هذه والله اللي هي مكتوبة على اللعنة. عيشتنا احنا والقين سواء، لا طريق لا مسجد لا مواصلات لا حاجة. لا ابو مرض عندنا مرض مات الله يرحمه، يعني ما نسعفه ما نوصل مستشفيات لو قام. لا ابو أيوه اسعفناه مات، يعني نوصل مستشفيات مات. ما وش مواصلات، هذه طريقنا جبال. ها مو منه، لا سيارة توصل لا حمار يوصل، يعني أكيد سبوري كنا على الصوب الطريق في قيح من فوق واحد لا فوق واحد من فوق، ما نوصل أسبوع نعمل أسبوع لما نوصل كسبور البيت.